في الفيديو ده هقول لك ايه الطريقه اللي انت ممكن تعرف بيها السهم هيطلع ولا هينزل. في عموما نوعين من التحليلات، تحليل فني وتحليل اساسي. التحليل الفني انك تدرس كده الرسوم البيانيه وتحاول تشوف الماضي، وبدراستك للماضي هتعرف تتنبأ ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. التحليل الاساسي بقى هو انك بتجيب قوائم ماليه للشركه كده وبتقعد تقراها، وبقرايتك للقوائم الماليه دي هتقدر برضو تتنبأ ايه اللي ممكن يكون موجود، لان دي بيانات كده عن الشركه. فبقراءتك لبيانات الشركه دي هتقدر بقى تعرف تقريبا كل حاجه عن الشركه، زي الفلوس اللي معاها، الارباح اللي بتاخدها، الديون اللي عليها. وفي الفيديو ده برضه هقول لك هتعرف تقرا كل الحاجات دي منين، وايه المواقع بالظبط اللي هتستخدمها، وهوريها لك بشكل عملي. لازم تبقى عارف ان في فلسفه الاستثمار عموما انت بتشتري حاجه اكنك بالظبط بتشتري سوبر ماركت. الشركه اللي بتشتريها اكنك بتشتري مشروع على ارض الواقع. يعني انت قبل ما تشتري مشروع على ارض الواقع غالبا بتشوف سوبر ماركت مثلا جنب بيتك وبتساله انت بتبيع قد ايه في اليوم. طيب انت بتكسب قد ايه بعد مصاريف التشغيليه اللي انت بتشغل فيها؟ طب انت بتكسب قد ايه بعد المصاريف التشغيليه اللي انت بتشغل فيها؟ طب هل مثلا عليك ديون او حاجات من موردين، او عليك مثلا قرض من البنك كنت فاتح بيه المشروع من البدايه؟ وايه قيمه البضائع والاصول اللي موجوده عندك في المتجر او السوبر ماركت؟ يعني انا مثلا لو بشارك سوبر ماركت هشوف مثلا الثلاجات اللي عنده، شويه الحاجات اللي هي موجوده عنده فعلا، اللي ممكن تكون هي اصل. فلو جيت شاركته ومثلا بنخسر، عايزين نصفي الشراكه دي بشكل ما، ممكن في اي وقت نبيع السوبر ماركت ده. فهو بيجيب اصول معينه، عندي ستاند، عندي بضاعه غاليه مثلا، عندي ثلاجات زي ما قلت، عندي اجهزه. فعلى المحل نفسه لو هو المكان بتاعي مش مؤجره، فده كله يعتبر اصول موجوده في المشروع اللي على ارض الواقع. اخر حاجه بقى بشوفها هي الكاش الفعلي او الكاش فلو. الشركه او السوبر ماركت ده فيها كاش قد ايه؟ يعني ايه الفلوس اللي في الدرج دلوقتي اللي انا بستخدمها، ان هو مثلا في بضاعه جايه لي فبشتري بيها، او مثلا يعني هقدر اعمل بيها اي حاجه، هقدر اتوسع بيها، اشتري المحل اللي جنبي عشان اكبر السوبر ماركت. فكل ده حاجات انا بعملها عشان اشتري، لو انا هشارك بس سوبر ماركت جنبي او حتى هشتريه يكون ليا. فهعرف كل الحاجات دي قبل ما اخد قرار ان انا اشتري. الاسهم اللي في البورصه بقى بنعمل نفس الحاجه، هو نفس المبدأ العلمي بتاع ان انت تشتري مشروع على ارض الواقع، او ان انت تشتري سوبر ماركت. وببساطه لان الاسهم اللي في البورصه هي اصلا مشاريع شغاله على ارض الواقع، فانت بتبحث عن الارباح التشغيليه والارباح الصافيه ونمو راس المال. راس المال بيكبر بشكل عامل ازاي؟ بتعرف القيمه السوقيه بتاعت الشركه، تعرف الالتزامات اللي على الشركه، نسبه الديون، الحاجات اللي هي مسلفاها للناس، الارباح اللي بتجيلها كل سنه. بتشوف القيمه الدفتريه، واللي هنقول يعني ايه دلوقتي الاصول، عشان تتاكد من السعر العادل للسهم. السعر العادل للسهم هو بالظبط يعني اكنك كده بتقول ان ممكن يكون فيه رقم للسهم. سهم دلوقتي مثلا سعره 10 جنيه، ممكن يكون اصلا قيمته في الوقت الحالي 11 جنيه او 12 جنيه، ممكن يكون قيمته 8 جنيه او 9 جنيه. فانت لما بتجيب السعر العادل ده، يعني احتمال ان انت تبقى عارف، يعني مثلا لو في سهم قيمته العادله 10 جنيه بس هو سعره دلوقتي 8 جنيه، فانت بتحس ان ده في فرص نمو كبيره ممكن تحصل في السهم ده. بس خلي بالك ان السعر العادل ده مش حاجه يعني هي حاجه مرنه جدا، مش حاجه اكيده، او مفيش طريقه واحده لحساب السعر العادل للسهم. السعر العادل للسهم هي تقديريه عامه، ولازم تبقى عارف برضو ان السعر العادل للسهم دايما هو السعر اللي موجود دلوقتي، لانه لو المفروض يبقى اكتر كان بقى اكتر. السعر اللي موجود دلوقتي هو السعر العادل. ما تقعدش بقى تدور على القيمه العادله اللي ممكن بعض المواقع بتطلعها او بعض الناس بتحسبها. كلها طبعا يعني وسائل علميه مدروسه ومجربه قبل كده، لكن ده مش بالضروره ان يكون السعر العادل ده هو السعر اللي فعلا السهم هيوصل له. ومش بالضروره برضو في وقت زمني معين، مش بالضروره بعد سنه، بعد شهر، بعد 5 سنين. فعشان كده السعر العادل انت بتحاول تستشفه من كل الحاجات او البيانات اللي انت بتذاكرها دي. حاجه كمان بقى اللي هي الكاش الفعلي او الكاش فلو. الكاش الفعلي او الكاش فلو المتوفر ده بيكون، الكاش فلو ده بيجي كاش للشركه، وبعدين الشركه بتقرر توزع جزء منه ارباح على المساهمين. يعني انت لو شاري اصلا سهم في شركه زي ما قلنا قبل كده، بتوزع عليك ديفيدنز او ارباح. فارباح الشركه اللي هي بتوزعها لك دي، ده بيكون يعني جزء من الكاش اللي بيجي لها. الجزء الثاني من الكاش هي طبعا بتستخدمه، بيفضل موجود عندها، بتسد بيه مثلا التزامات، بتسد بيه ديون، او بتوسع بيه او تعمل
يعني مشروعات توسعيه زياده في الشركه اللي انت بتشتري فيها، او حتى بتسيبه للامان معاها. يعني الشركات اللي بيكون معاها كاش فلو ده بيكون كويس جدا. الكاش اللي هو موجود في صوره كاش ده اللي هو بيبقى مستني فرصه استثمار كويسه، فبيبقى برضو فكره ذكيه جدا. القوائم المالية الأساسية ممكن تكون يعني على ثلاث ركائز. أول حاجة قائمة المركز المالي اللي هي الميزانية العمومية، اللي بتوفر لك يعني لقطة واضحة كده في لحظة زمنية معينة، كأنك بتاخد سكرين شوت للشركة كده في وقت معين، وبتشوف بقى ايه الأصول اللي عليها وايه الالتزامات اللي عليها وايه الديون وايه صافي حقوق المساهمين. يعني لو في مساهم مثلا ليه حق او المفروض الشركة تسدد له حاجة، فكل ده اسمه المركز المالي الخاص بالشركة. حاجه كمان بقى قائمه الدخل، ده سجل النشاط التجاري بتاع الشركه، اللي هو الكاش رايح فين وخارج منين، الايراد اللي الشركه بتكسب من ايه، طب بتدفع قد ايه، طب المبيعات اللي هي بتبيعها دي وبتكسب منها هل مثلا بتبيعها ببلاش ولا في برضه مصاريف للمبيعات. المبيعات ده بيكون في مصاريف تشغيليه برضه للمبيعات، وفي صافي الربح التشغيلي، وفي الربح النهائي القابل للتوزيع اللي هو خلاص انا ده الربح النهائي بعد ما شلنا كل المصاريف. في بقى جزء كمان بيكون قابل للتوزيع، وفي جزء بيبقى للنمو بعد كده. اخر حاجه قائمه التدفقات النقديه، وده المحرك الحقيقي للشركه اللي بيوضح مسار حركه الكاش فعلا داخل وخارج الانشطه التشغيليه الاستثماريه والتمويليه، عشان يتاكد من يعني ملائمه الشركه دي للسياسات النقديه اللي هي مطلعاها. خلينا بقى نشوف الحاجات المهمه اللي بجد اللي انت ممكن تشوف فيها، يعني زي مؤشر المضاعف الربحيه او البي اي ريشيو. ده اللي بيعبر عن عدد السنوات اللي بتحتاجها لاسترداد قيمه استثمارك بناء على ارباح الشركه الحاليه. يعني ايه كل الكلام ده؟ يعني مثلا لو شركه ثمنها او ثمن السهم فيها 10 جنيه، وكل سنه بتوزع جنيه ارباح على كل المساهمين، يعني السهم قيمته 10 جنيه وبتوزع لك جنيه كل سنه، فده معناه ان البي اي بتاع الشركه 10. 10 ده اللي هو ايه؟ يعني سعر السهم الحالي على نصيب السهم من الارباح اللي هو الجنيه اللي احنا خدناه. فعلى كل جنيه انا او على كل سهم ب 10 جنيه انا باخد جنيه. يعني ال 10 دي هو عدد السنين اللي انا محتاجها وانا معايا السهم ان انا ارجع قيمه فلوسي وتفضل زي ما هي. يعني السهم بتاعي زي ما هو. يعني انا لو اشتريت سهم ب 10 جنيه انا محتاج اخلي السهم معايا 10 سنين قبل ما السهم يغطي قيمته، وكمان هيفضل معايا زي ما هو. انا دلوقتي مش بدور على زياده راس مال. يعني السهم مش شاريه ب 10 هيبقى ب 12، لا، السهم شاريه ب 10 وبفترض ان هو هيفضل ب 10، لكن انا يعني بعد 10 سنين من الارباح اللي انا باخدها من السهم هكون انا خلاص غطيت ثمن اللي انا دفعته، وكمان السهم لسه معايا. اكنك بالظبط بتشتري شقه كده وبتأجرها، شقه مثلا بمليون جنيه بتأجرها في السنه ب 100,000 جنيه، السنه كلها بتأجرها ب 100,000 جنيه. فبعد 10 سنين بيكون رجع لك المليون جنيه مره تانية ومعاك الشقه زي ما هي بنفس الفكره. ده البي اي ريشيو او مضاعف الربحيه. الرقم الثاني بقى اللي برضه ممكن تبص عليه هو المضاعف الدفتري، وهو بيقارن سعر السوق الحالي بقيمته الدفتريه بناء على اصول الشركه. فيعني ده بيحسب سعر السهم على القيمه الدفتريه للسهم اللي هي اصول الشركه على عدد الاسهم اللي موجوده. فده برضو ممكن تبص عليه. لازم تبقى عارف ان المعدل التاريخي تقريبا في السوق المصري من 8 ل 12 اللي هو مضاعف الربحيه البي اي ريشيو. ممكن يكون من 5 ل 15 برضو لو انت بتفتح شويه الرينج. اي حاجه اقل من كده قوي يعني بتحس ان هو رقم ايه. يعني مثلا لو 10 جنيه بتاخد 2 جنيه على السهم، فمضاعف الربحيه بتاعك هيبقى 5. فده هيبقى رقم كبير جدا، فممكن يكون دلاله ان في حاجه غير منطقيه. ولو اكبر ممكن برضو يكون ان يا اما في نمو مرعب هيحصل للشركه، او برضو في حاجه تعتبر غير منطقيه. فركز قوي في مساله مضاعف الربحيه دي، لما بيزيد عن حاجه معينه او بيقل عن حاجه معينه فغالبا بتبقى دلاله ان انت محتاج تبص على ارقام تانية غير مضاعف الربحيه. برضو في المضاعف الدفتري اللي هو البي بي ريشيو، لو النسبة أقل من 1 ده إنك بتشتري في شركة أقل من قيمة أصولها الحقيقية. يعني لو سعر السهم اللي موجود
اقل من سعر الاصول اللي عند الشركه. يعني مثلا الشركه فيها مليون سهم وعندها حاجات او اصول بمليون جنيه، فكده القيمه الدفتريه للسهم جنيه، لان في اصول فعلا عند الشركه قيمتها كده. لما بتيجي بقى تقسم سعر السهم ممكن يبقى سعر السهم نص جنيه مثلا او 75 قرش، فكده معناها ان المضاعف الدفتري ده اقل من واحد. يعني الشركه فيها اصول بالفعل اكتر بكتير من قيمه السوق للسهم، فدي برضو حاجه ممكن تعتبرها شركه يعني فيها فرص للنمو او تقدر تعمل احسن. في رقم كمان مهم اللي هو مؤشر العائد على حقوق الملكيه الار او اي، وده بيقيس مدى كفاءه ومهاره اداره الشركه في تشغيل واستغلال اموال المساهمين اللي هو راس المال والارباح المحتجزه. وطبعا الحد الادنى للعائد المستهدف ممكن يكون 15%. 15% دي او يعني مؤشر العائد على حقوق الملكيه دي اللي هو تقريبا الشركه شاطره قد ايه عشان لما احط لها مثلا 100 جنيه هتجيب لي كام بعد سنه؟ هتجيب لي 110. يعني هتديني 10% ولا هتديني 15% ولا هتديني 20%؟ ال 15% دي احنا يعني بالتقدير كده حد ادنى ليه؟ عشان اصلا يعني في الاقتصاد المصري في معظم الوقت الفوائد بتاعه البنوك اللي هو انت استثمار من غير اي مخاطره، لو انت بس بتحط فلوسك في البنك وخلاص، بيبقى في الاغلب اعلى من 12% او 13%، ومؤخرا واصل ل 20% و25%، بس عشان في ظروف استثنائيه. بس في العادي انت بتبص على رقم الار او اي ده عشان لما بيبقى يعني رقم كبير اعلى مثلا من 15%، اعلى من 20%، فهو كده بيستاهل المخاطره بتاعتك. يعني انت بتحس ان انت ماشي، انا ممكن احط فلوسي في حاجه فيها مخاطره شويه زي البورصه او الشركات، بس في مقابل ان في ريسك عالي. انما ما احطش فلوسي في حاجه ريسك عالي في حين ان البنوك موجوده بارباح اعلى من 15%، ان انت تقدر اصلا تركن فلوسك في البنك سنه وهتجيب لك عائد اكتر من اللي السهم ممكن يعمله، ومن غير اي مخاطره. السهم ممكن ينزل انما البنك مضمون بنسبه اكبر. هنا انا مش بقول يعني انك تروح تشتري بفلوسك في البنك، بس بقول انك تختار شركه اصلا يعني هتبقى فرصه احسن من البنك. حتى لا، اصل كده كده فيها فرص خساره، فانا ليه احط نفسي في فرص خساره ومفيش فرص ربح اكبر قدامها؟ طب ما الامن ان انا احط فلوسي في البنك خلاص، او حتى ما استثمرش فلوسي اصلا. فعشان كده حاول تخلي الحد الادنى للعائد المستهدف على رقم الار او اي ده اكتر من 15%. الجزء بقى بتاع السلامه الماليه او النقديه والديون في بيئه الفايده المرتفعه اللي احنا فيها دي، نسبه الديون الى حقوق الملكيه. الرقم ده مهم قوي، اللي هي الشركه الديون بتاعتها قد ايه للايكويتي او الحقوق الملكيه، او يعني حقوق الملكيه دي اللي هي ممتلكات الشركه. فالديت تو ايكويتي الرقم ده مهم لسببين. اول حاجه لان لما ارتفاع سعر الفايده في مصر، الشركه المقترضه اسعار الفايده بتحطها تحت ضغط كبير، لان مصر الفايده فيها عاليه. فانا لو مستلف دلوقتي نص فلوس الشركه مستلفها، فانا دلوقتي تحت ضغط كبير ان انا لازم اسدد الفوائد واكبر الشركه واعمل حاجات كتير، فدي مشكله بالنسبه لي. تاني حاجه بقى مهمه جدا جدا لو انت بتدور على اسهم متوافقه مع احكام الشريعه. السهم اصلا بيتحسب ان هو متوافق مع احكام الشريعه ولا لا بطرق كتير جدا، منها نسبه الدين الى راس مال الشركه. كده كده كل الشركات بتاخد ديون، لكن علماء الدين، ومش عايز اتطرق جامد للحته دي يعني، بس علماء الدين قالوا ان في نسبه معينه كده من الدين لو اتعدتها اللي هي تقريبا 30%، لو ديون الشركه عدت 30% من الايكويتي او من ممتلكات الشركه كلها، يبقى كده السهم مش بيكون متطابق لاحكام الشريعه. وفي حاجات كتير اسمها نسبه تطهير او حاجه شبه كده، ده برضو من ارباح الشركه لو بتيجي من مصادر مش حلال. بس ده بالنسبه لطريقه الحساب. انت ببساطه اصلا في مواقع كتير بتعرف منها اذا كانت الشركه شريعه ولا مش شريعه. بس حته الديت تو ايكويتي دي او نسبه الديون الى حقوق الملكيه مهمه للسببين، ان هي اصلا لما بتكون النسبه عاليه انت بتعرف الشركه تحت ضغط ولا مش تحت ضغط. وكمان لما بتكون انت اصلا بتدور على شركات متوافقه مع احكام الشريعه، فبرضه نسبه الدين دي بتكون نسبه مهمه جدا، لانها لما بتعدي ثريشولد معين او ليميت معين كده بيكون بالنسبه لنا خرجت بره مقياس الشريعه. الكاش فلو بقى او الفري كاش فلو، التدفق النقدي الحر، ده برضه مهم للشركات. في قاعده كده اسمها كاش سكينج او الكاش هو الملك. بعض الشركات ممكن تعلن عن ارباح دفتريه كبيره جدا ونمو كبير، لكن لما بتيجي تشوف بقى الكاش فلو
بتلاقي ان مفيش مفيش فلوس انها توزع ارباح بقى على المساهمين. ما معناش فلوس زياده، احنا خدنا فلوس وكبرنا الشركه وعملنا حاجات كتير، بس ما تلاقيش فيه يعني اي فلوس كاش لنمو زياده او ان هم يوزعوا ارباح. فدي برضو بيكون رقم مهم انت محتاج تبص عليه، اللي هو الفري كاش فلو اللي مع الشركه دلوقتي. البروفيت مارجنز بقى او استقرار هوامش الربح، القدره على الحفاظ على هامش ربح ثابت او متنامي على مدار 3 سنوات بيدل على قوه الشركه التسعيريه وقدرتها برضو على تمرير اعباء التضخم المالي للمستهلك النهائي من غير ما تاثر مبيعاتها. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ البروفيت مارجن هو هامش الربح. يعني انا ببيع بمليون جنيه و مثلا هامش الربح بتاعي 100,000 جنيه. فلو انا هامش الربح بتاعي ثابت او بيكبر، يعني عمال ابيع مثلا بمليون، السنه الجايه هبيع برضو بمليون او 2 مليون مش مهم، بس انا عايز اباصي التضخم. عارف انت لما بتلعب ماتش كوره، الكوره بتجيلك فانت بتباصيها للي بعدك او بتمررها للي بعدك، هو بالظبط كده في كده كده تضخم في العالم. فانا عايز الشركه اللي انا استثمر فيها فلوسي ما تكونش متاثره بالتضخم بشكل سلبي. يعني انا عايز هامش الربح بتاعها ما يتاثرش او يزيد. يعني الفلوس مثلا بتيجي او الحاجات المواد الخام اللي الشركه دي بتعملها، لو هي مثلا شركه صناعيه، فانا المصنع بتاعي بيجيب مواد خام عماله تغلى، انا المفروض ازود برضو نسبه المبيعات بتاعتي او الهامش الربح بتاعي، لان انا كده كده متكلف فلوس. فيا اما اكسب نفس اللي كنت بكسبه، يعني لو ببيع منتج نهائي ب 10 جنيه وبجيب مواد خام ب 5 جنيه، كده هامش الربح بتاعي 5. المواد الخام بقى زادت بقت ب 8 جنيه، لو انا بعت برضو نفس المنتج اللي سعره اللي كنت بجيبه ب 5 جنيه وببيعه ب 10، بقيت اجيبه ب 8، لو برضو بعته ب 10 يبقى كده هامش الربح بتاعي انخفض، بدل ما كنت بكسب 5 جنيه بقيت اكسب 2 جنيه. لكن لو الشركه بتاعتي بقى قدرت انها تبيع المنتج ده ب 15 جنيه، كده بقيت اكسب، بجيبه ب 8 وببيعه ب 15، فبقيت اكسب 7. فبقيت قدرت ان انا اعمل ايه؟ بباصي التضخم للمستهلك النهائي، وبالتالي مبيعاتي او هامش الربح بتاعي ما بيتاثرش بشكل كبير. بس طبعا انا لو عليت السعر قوي، ده معناه ان المستهلك النهائي هيشوف المنتج بتاعي غالي قوي فمش هيشتري، فممكن لما ازود هامش الربح قوي المبيعات تتاثر وتنزل. فهي معادله كده، بس الشركه اللي بتعرف تظبطها هي اللي بتبقى شركه قويه ماليا. وعشان كده رقم البروفيت مارجن ده او هامش الربح من الارقام المهمه قوي اللي لازم تبص عليها في القوائم الماليه. من الشركات القويه جدا، يعني قلت اقول لكم مثال كده زي ابو قير الاسمده. طبيعه النشاط هي شركه تصديريه بتعتمد بنسبه كبيره جدا على البيع بالدولار في السوق العالمي، فده بيحمي طبعا مستثمرينها من التقلبات. التحليل الاساسي للشركه ان فعلا الشركه دي عندها عائد مذهل على حقوق الملكيه الار او اي، وتقريبا انعدام تام للديون البنكيه المرتفعه الفايده، فبيخلي ميزانيتها قويه. طبعا اكيد كل شركه عندها ديون، بس الديون الكبيره اللي فوائدها عاليه تقريبا قليله جدا في شركه ابو قير. وكمان بتوزع ارباح بشكل قوي، يعني في تدفقات نقديه حره غنيه بالدولار طول الوقت للشركه، فبتفضل من موزعي الارباح او الديفيدند ييلز الاقوياء جدا تاريخيا في مصر. يعني سهم ابو قير ممكن في الوقت تصوير الفيديو ده ممكن يكون ب 70 جنيه او ب 80 جنيه تقريبا، فممكن كل سنه بيوزعوا 5 جنيه 7 جنيه 8 جنيه، ده كديفيدند ييلد او كارباح على كل المساهمين في الشركه دي. كمان شركه قويه ماليا زي طلعت مصطفى، طبعا في القطاع العقاري من اكبر او هي اكبر شركه في القطاع العقاري في مصر، وتاني اكبر شركه من حيث القيمه السوقيه في مصر بعد البنك التجاري الدولي السي اي بي. عندها مبيعات غير محققه، ده يعتبر كنز في ميزانيه الشركه. في مقدمات حجوزات، في مبيعات لسه ما دفعتش. عارف الناس اللي هي بتأجر او بتحجز الشقه من الشركه دي قبل اصلا يعني مشروع فاضي، يعني حته ارض صحراء مثلا وخلاص طلعت مصطفى باعت المباني كلها ومفيش اي حاجه لسه اتبنت. فعندهم مبيعات غير محققه عاليه جدا، ده بيخلي الشركه يعني عندها قوه كبيره جدا، ايرادات دوريه مضمونه هتحصل في الشركه دي. كمان بيوظفوا الديون بشكل كويس قوي لتمويل المشروعات العملاقه زي مدينتي، ويعني مدينه كمان في السعوديه، وليهم مشاريع مش في مصر بس، في مصر وفي السعوديه وفي الامارات وفي دول كتير قوي. نيجي بقى لاهم حته هنقولها النهارده، وهي نجيب الداتا دي منين. في طبعا موقع البورصه المصريه، ده المصدر الرسمي الاول لتحميل الملفات الماليه الكامله اللي خارجه من الشركه بيور كده
بتقراها بي دي اف، حرفيا بتنزل بي دي اف وتقعد بقى تقرا الشركه دي. كل الحاجات دي ممكن حتى تستخدم الذكاء الاصطناعي يخليه يساعدك في ده. تحمل البي دي اف وتقول له ان هو يقراه ويستخرج لك الارقام اللي احنا قلنا عليها في محاضره النهارده، وتساله كده مثلا هل ده اعلى من متوسط السوق ولا لا. فكل ده تقدر تعمله من موقع البورصه المصريه، ومهم انك تعمله. انت كمستثمر لازم تعمل شغل معين، هو ده الشغل اللي انت هتكون بتعمله. موقع مباشر مصر برضو دي منصه كويسه قوي للمبتدئين، بتديك يعني نسب ماليه كده جاهزه، بتشوف الارقام المهمه بس، المقررات الربحيه او الديفيدنز اللي الشركات بتوزعها، وبتقارنها لك بالقطاع. كل ده في كليكس. ده موقع كويس قوي برضو. وكمان تطبيقات التداول الذكيه زي تطبيق ساندر، تطبيق تلدا انفست. كل التطبيقات دي بتوريك برضو تحت كل شركه كده الارقام المهمه، القيمه السوقيه، الديفيدند ييلد، البي اي ريشيو او يعني معامل الربحيه. كل الحاجات دي بتوريها لك على طول قبل ما انت تدوس على شراء في كل صفحه. هتلاقيها في ساندر او في تلدا انفست. وفي كمان موقع انا بفضله بصراحه وهو investing.com، النسخه المصريه او بتاعه السوق المصري. هتلاقي هنا الايجيبت ستوكس او السوق المصري، وهتلاقي هنا فلاتر كتير بقى للسوق المصري. مثلا هنا عندي الاي جي اكس 30 او مؤشر 30، الاي جي اكس 70، الاي جي اكس 35، الاي جي اكس بتاع مؤشر التعليم، مؤشر القطاع الاستهلاكي، مؤشر القطاع الصحي، قطاع العقارات، قطاع الشريعه، كل ده. فانا مثلا اختار مؤشر ال 30، اكبر 30 شركه في مصر، وهختار الفاندامنتال او التحليل الاساسي. هتلاقيه بقى جاب لك برضو بيانات كتير جدا، زي افريج فوليوم، تقريبا التداول على السهم ده بيبقى قد ايه كل يوم، الماركت كاب او القيمه السوقيه، وتقريبا هنا مرتب لك القيمه السوقيه. او البنك طبعا، اول شركه هي شركه البنك التجاري الدولي السي اي بي، وبعدين طلعت مصطفى ومصرية الاتصالات ومصر الالومنيوم. فدول اكبر 4 شركات موجودين في مصر. وبيقول لك الريفينيو او الارباح بتاعتهم كل واحد فيهم قد ايه، وكمان بيقول لك البي اي ريشيو بتاع كل واحد، ومعامل البيتا بتاع كل سهم. المعامل ده يعني معامل البيتا ده بيقول لك السهم متذبذب قد ايه مقارنة بباقي القطاع. يعني ايه؟ يعني مثلا كده كده كل الاسهم بتطلع وبتنزل بشكل سريع جدا في البورصة المصرية، بس في اسهم التذبذب فيها اعلى. فمؤشر البيتا ده بيقول لك انهي التذبذب فيه اعلى وانهي اقل من باقي السوق. فلما يكون مثلا رقم البيتا ده اعلى من الواحد، زي مثلا شركة فوري هنا اللي هي 1.1 او 1.1، فده معناه ان تحرك سهم فوري ده اكتر من تحرك باقي السوق. مش معنى كده ان هو بيكسب اكتر او بيخسر اكتر، هو معناه ان الاثنين بيحصلوا. يعني مثلا لو السوق كله مثلا بيكسب 10 جنيه، ممكن ده يكسب 11 او 12. لو السوق بيخسر برضه هتلاقيه بيخسر اكتر. فالمؤشر ده كل ما كان اقل من الواحد يبقى السهم مستقر اكتر او بيتحرك زي السوق او ابطا من السوق. كمان لو واحد يبقى زي السوق، لو اقل من واحد يبقى بيتحرك ابطا من السوق، لو اعلى من واحد يبقى بيتحرك اكبر من السوق. فبيبقى غالبا مؤشر مخاطره شويه زياده. يعني موقع investing.com من المواقع اللي انت طبعا ممكن يعني تشوف عليها حاجات كتير زي كده. الموقع التاني بقى اللي بحبه قوي اللي هو تريدنج فيو. ممكن تشوف السكرينر بتاعه او الستوك سكرينر هنا، وتجيب البورصه المصريه. انت هنا بتختار بورصه انهي دوله، فبتختار مصر، وبعدين بتبدا بقى تشوف كل الارقام اللي احنا قلناها دي، زي برضو الماركت كاب او القيمه السوقيه، تشوف البي اي، تشوف الارباح. كل الحاجات دي انت بتشوفها، بتشوف بالانس شيت. ففي حاجات كتير قوي انت بتقدر تشوفها. وكمان بيدي يعني طبعا ما برجحش ان انت تبص عليها بشكل يعني من المسلمات كده، بس ممكن تاخد بص عليها اللي هو الاناليست ريتنج، زي مؤشر تحليل اساسي كده، تشتري ولا تشتري قوي ولا تبيع ولا تعمل ايه. فكل ده يكون موجود برضو في المؤشر هنا كده في السكرينر بتاع تريدنج فيو اللي انا بفضله بشكل. وبس كده، ده كان التحليل الاساسي. لو عايز بقى تشوف فيديوهات اكتر في التحليل الفني، يعني نفتح رسم بياني مع بعض ونحلل ونشوف افضل نقط دخول ان احنا ندخل بيها السهم، سبسكرايب للقناه عشان هعمل ده قريب. ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتس وهرد عليك.